بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد واحباب سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد. النهارده قلت اعمل معاكم العيش الشمسي بكل تفاصيله وبكل حركاته وبكل تكاته ومن اول لاخره ان شاء الله. وبالنسبه للبنات المقبله على الزواج، البنات المقبله على دخول المطبخ جديد، عاملاه من اول الابره زي ما يقولوا لحد الصاروخ، يعني من اول ما خمرنا لحد ما طلعناه من الفرن ووريتهولكم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا الله. يا رب تجعل الدنيا كديتي لا فاقدين ولا مفقودين، واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل إن شاء الله كده. هبدأ معاكم. ادينا هحط الخميري، أو في ناس بتقول عليها الحودقة، احنا بنقول عليها، ناس تقول خميرة وناس تقول حودقة. قطعت منها حتة عشان زي ما انتوا عارفين الجو حرر شوي، ما حطيتهاش كلي. لازم في الحار ولا تكتر الحودقة اللي هو الحدق اللي هو الخميري، ولا تكتر الخميرة بيري. هنا هحط معاكم خميرة بيري، شايفين ما شاء الله. ده انا بصراحة مش بحطها على طول زي كده كبيري، بس عشان قلت العشات ما شاء الله يعني 27 رغيف، وحطيت لها مية ديني، وهنعملوها مع بعض الخميرة بيرة باللي هو الحدقة. لازم نعملهم كده مع بعض. وبعد كده هنزل بالدقيق، شايفين صحن دقيق اهو. المفروض انا ما كنتش حاطه الصحن، بس عشان ايه، قلت يعني عشان العشاء توفرين شويه. ولازم كده نعجنوها زين ونملكوها زين. واللي عاوز يخليها تخينه يخليها تخينه، بس مش تخينه للجرده. واللي عاوز يخليها يعني حلوه كديتا يخليه. انا خليتها يعني مش تخينه قوي ولا مرخيه قوي، عز الطلب كديتا. فعشان لما تخمر تبقى معاك ما شاء الله، تخمر حالة. لما تكون عجنتها عزة تخمر حالة. شايفين انا ماخد ودي فيها ازاي؟ عشان ايه؟ ماخد ودي فيها بشكل ودي تبقى ما شاء الله قدت. لازم الخميرة تملكها كويس عشان العجين يطلع ما شاء الله معاك هشاش. بسم الله ما شاء الله. وهنا بعد ما خلصت انا هغطيه. جبت معاكم الماجور والغربال. انا كنت محللاه قبل كده الدقيق دي، فحشاهد وشهيد معاكم بالغربال السالك زي ما انتوا شايفين اهو. معاكم من الابري، يعني من اول الخبيز، من اول الخميرة لحد الحليل، لحد كل حاجة من اولها معاكم ماشية واحدة بواحدة. يا رب ان شاء الله كل اللي يخش قناته ويعجبه وتعجبه قناته وتعجبه فيديوهاتي، اتمنى يعمل لي اشتراك ولايك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، ويشترك في القناة فضلا وليس أمرا، ويحط اللايك. يا رب يخليكم. وبشكر متابعيني واخواتي الصغيرين. أتمنى قناتي تكبر بيكم ومعاكم، ونبقى عيلة كبيرة إن شاء الله في قناتنا دي، قناة مطبخ الطيبين. شايفين معاكم أنا ماشية واحدة واحدة ازاي. ما حبيتش يعني أفصل معاكم الفيديو، قلت يعني ايه أوريكم كل حاجة بتفاصيلها بتكاتي. وهناتي لازم الدقيق لما تحلليه بالغربال المانع تاجي عليه تدور عليه بالغربال الفارط بالغربال السالك. انا بصراحة الغربال الفارط بتاعي اتقطع، فجايبة الغربال دي يعني عشان صينية كيكة ولا حاجة، قلت اعملها معاكم. وديتي دقيق التومين. محطلوش والله ولا فين ولا حاجة، الحمد لله. وطالع هتشوفوه انتو بعد ما يطلع من الفرن ان شاء الله. ربنا يعمر لني وبألف هنا وشفا قديته. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس امرا، وتشتركوا في القناة وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد، وتدوسوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس. واتمنى ان شاء الله فيديوهاتي تعجبكم. وبالمناسبة قديتي مش شايفة كده مشاهدين خالص في القناة، مش عارفة ليه. اتمنى كل اللي يشوف الفيديو يخش يشاهد الفيديو كده ويشاهد القناة. واتمنى فيديوهاتي تعجبكم وتكون خفيفة، ما تضايقوش ولا تملوش منها ان شاء الله. هناتي الحمد لله وصلنا معاكم اهو. شايفين انا بمشي معاكم واحدة بواحدة عشان ما تتوهوش مني ولا توه منيكم. يعني بعد ما خمرت الخميرة مثلا هتقعد لها، في ناس ما تخمرها من عشي
تعجن الساعة 4 الفجر، تعجن الساعة 5، تعجن الساعة 6. انا هناتي خمرتها، شايفين الخميرة بعد ما خمرت. شات الدقايق اللي هحوشهم في الصحن دول عشان اعمل منهم العيش، تدفل منهم العيش بعد ما يخمر. شايفين ما شاء الله، دي بوريهم لكم. وشايفين الخميرة ما شاء الله بعد ما خمرت هشة ومنفوخة ازاي ما شاء الله. شايفين البولة دي بعد ما نكب منها الخميرة غطيها كده انا، عشان الواحد برضك الحمد لله لازم يعمل حاجة كده. ديتي ملح، ولا لازم احط لهم كده عشان هي العجين دول في البولة برضك نغسلوها خسارة، ما نهجردوش في العجين. الدنيا بقت غالي. والملح ديتي لازم العيش الشمس تحط له ملح لما تيجي تعجنيه، زي ما انتوا. انا حطيت صوت. شايفين انا هناتي بنضف البولة من العجين عشان كله ينزل في الدقيق وينتعجن مع بعضه. حرام اللي يبذر حرام. وهناتي البولة كانت راح توقع في المجور منه، بس الحمد لله. الواحد لازم كده يخاف على حاجته، لان لو ما خفتش على حاجتك محدش هيديك حاجة. ولازم الواحد كده يراعي بيته ويراعي ظروفه ويمشي بما يرضي الله ببيته، عشان لو ما خفتش على حاجتك محدش هيديك حاجة. هناتي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ابتديت اعجن معاكم، والفم الاول عمل وحطيت فم تاني. شايفين ما شاء الله. العيش الشمسي بصراحة يحب المليك، وكل ما تملكي فيه كل ما تاخدي منه عيش مملك زين وهاش وعامل زي الكيزر بالظبط. وان شاء الله العيش دي الشمسي معاني هيطلع زي الكيزر، وبسم الله ما شاء الله، ولا فيه ولا غلطة بأمر الله. العجين لازم تاخديله حقه كده، ولازم تملكيه كويس. مش لازم تضربيه مرة واحدة، انت لازم تملكيه تملكه زينة كداتا، عشان يطلع لك العيش ما شاء الله خمران ومفشفش كداتا. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. واتمنى كده لو وصلتوا معي لحد هنا في الفيديو تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. واتمنى كل اللي يشوف قناتي يا رب يشترك فيه ويجعل فيديوهاتي خفيفة عليكم وتحبوها. هنا كبرت الفم بصراحة، يعني قلت كبرت الميات، يعني كترتهم كده، قلت عشان اخد الدقيق كله اللي قاعد من تحت دي. شايفين الدقيق؟ والله دول انا تعبت فيهم بصراحة وملكتهم كويس الحمد لله، عشان مش بحب العيش اللي مش متملك كويس، فلازم كده الواحد يملكهم كويس كده. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. العيش الشمسي دي لازم ياخد حقه، زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو. في المليك، وفي المليك لازم تملكي كويس، وفي الخمر برضو لازم تخليه يخمر كويس. شايفين ما شاء الله. والله انا ماشية معاكم واحدة بوحدي، ودراعي توجعاني والله العظيم، عندي نقص فيتامين د. والحمد لله خدت علاج، بس ايه ما كملتهوش. حتى في حقن لسه قاعدي. رمضان اللي فات دي، لا من رمضان اللي قبله والله ما خدتها، عشان اعزكم الله بتنيل، بتاخد عضل هي وتنيل، وبعد ما تنيل تبقى سودي وبتوجع وتقعد كده ناشفة ومزغمجة ومحمحصة. فالواحد يقول الحمد لله. شايفين العيش ما شاء الله، لازم تملكي الملك دي لازم، عشان يطلع معاكي هش كده وخمران ومفشفش. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. واتمنى كل اللي يشوف قناتي كده وفيديوهاتي يحط اللايك فضلا وليس امرا. يا رب يجعل الفرح قدامكم والسعادة خدامكم، ويسعدكم ويراضيكم كده يا رب، ويكرمكم ان شاء الله. واللي معاه اولاد يخليله، انه معوش يديله. شايفين ما شاء الله المليك بتاع العيش. لازم العيش الشمسي كده تملكيه كويس، تملكيه ملكة زينة، عشان محدش يعني جوزك ما يعيبش على عجينك ولا ما يعيبش على ملكك. انا الحمد لله جوزي يا رب يخليهولي يا رب ويسعده ويجعل الفرح قدامه والسعادة خدامه. بيقول لي ما شاء الله عيشك حلو كويس، وما تملكيه كويس وما تخليه يخمر كويس. هنيتي عبيت الكوباية شوية مية كده، فعشان نديله فم كداتي ونملكوه كويس برضو. شايفين ما شاء الله المليك لازم تملكيه كده. وشغالة ملك في العيش ملكة بعدالها دينا. بسم الله ما شاء الله.
ما تنسوش اللايك، الله يبارك لكم. شايفين ما شاء الله العيش هو بيتكلم عن نفسه. شايفين مفشفش كيف؟ شايفين ما شاء الله من كتر المليك فيه ما شاء الله بقية، او انتوا تحكموا عليه بنفسكم. شوفوا يستاهل كم من 10. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني شايفين من كتر ما المليك الله اكبر، انا ما عايزاش اسيبه. والعجين ما شاء الله شايفين بألف هنا وشفي. هنا هحط له بق صغير ميه كده عشان لما يخمر ما يبقاش شكله. انا لازم اخليه يخمر كويس في المجور. وهنا غطيته معاكم وجبت المغارس. شايفين في ناس بتقول رحلي وفي ناس بتقول تدفلي. تدفلوا المغارس معاكم. ده مغارس معمولة بورق كتب من بتاعت عيالي، يا رب يخليهم لي ويبارك لي فيهم واشوفهم في احسن التعليم هم وكل اللي زيهم ان شاء الله، واولاد العالم اجمعين. هنا المقرصة لازم ترحليها كويس عشان الرغيف ما يلبكش فيها ولا حاجة. وبالنسبة لنا احنا فرن انبوبة برضو، انتوا عارفين فرن الانبوبة. يا رزق اللي عندي فرن طين، يا رزق اللي عندي فرن طين بصراحة يشحت له شوية وقيد، يلم له وقايد مثلا من جيران ومن نمن. لكن فرن الأنبوبة بقت ب350، يعني 350 حلوة، مش قليلة، ده غالي. الواحد بس برضك يقول الحمد لله. ولا اللي عنده فرن طين لا قعدة بس، والله هي فرن الطين نعمة، والله فرن الطين نعمة. شايفين هنا ما شاء الله العيش خمر. شوفوا ما شاء الله. بصراحة أنا نمت ولقيته بسم الله ما شاء الله لبق في الصينية، لبق في الصينية فحال لنا. شايفين ما شاء الله. ما تدبهوش قوي مادام ما تخمر الخمر دي كله ما شاء الله معاك. شايفين بألف هنا وشفي. الرغيف طلع الزعل. وهنا بقطع معاكم القطيع الفلاحي على أصوله. واتمنىكم تحطوا الفيديو لايك وتشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا. وهنا بوريكم واقول لكم شوفوا الرغيف ما شاء الله والعجنة طلعت عزه. شفت لما انا حطيت له شويه ميه، شفت الحته اللي عامله ده باينه عشان ما تبقاش زي كده. شايفين ما شاء الله العجنه طلعت ما شاء الله، الله اكبر عزه. وهنا خلصت قطيع وديتي رغيف صغير اللي هو بنقول عليه احنا عندنا، في ناس تقول حنون، في ناس تقول رغيف صغير. هنا انا عيالي صغيرين ما يتعرفوا عليه الرغيف دي. وهنا هعمل الحدق معاكم. لازم بعد ما نخلص المجور نعمل منه اياه حدق، اللي هو ما في ناس ما تقول عليه حدق وفي ناس ما تقول عليه خميري وفي ناس ما تقول عليه فراقة. احنا بنقول عليه حدق وخميري. هنا اللهم صل على سيدنا محمد. لازم كده المجور تفركيه خالص كده، تفركي يدك من العجين. لو لقيت عجينة الحدق ناشفة شوية حط لها نقطة مية صغيرة، ما تخليهاش. هنا شايفين العجينة ما شاء الله. انا حطيت لي بس والله ما عليها ما تصورش، حطيت لها يعني بق اقل من بق ميه، اقل من البق ميه. اهم حاجه العجينه تمسك نفسي. وبعد كده تعمليها بالدقيق اللي فاضل معاك في الطبق وتحطيها في كيس تربطيها تخليها ساعه من بره. شايفين النتي ما شاء الله. ده ليه عملتها في الدقيق؟ عشان ما تلبكش في الكيس، عشان هي لسه هتخمر وهتبقى طريه. شايفين ما شاء الله. دي انا هحطها في الكيس معاكم وتخليها ساعة من برا. وهناتي موريكم العيش اهو بعد ما قطعناه على طول. شايفين ما شاء الله. ده بعد ما قطعناه على طول. يعني كده بعد ما قطعناه بربع ساعة ب10 دقايق زي كده. شايفين